اهلا بيكم. وزير الاسكان ووزاره الاسكان بتطلع تعلن لينا وتقول لنا خلي بالكم يا جماعه، طرح شقق الاسكان اللي هي موجوده في حدائق اكتوبر فالي تاور خلال ايام. مهم جدا كل الناس اللي هي مهتميه بالشقق. وليه هقول لك دلوقتي مهم، وليه هقول للناس كل الناس المفروض تهتم بهذا الطرح الفتره القادمه، وبالذات من ذات فئه الدخل المتوسط. خلي بالكم يا جماعة ان هذه الشقق احنا بنتكلم على شقق تقريبا كده حوالي 100 متر. الشقق دي مكونة من ابراج كبيرة، كل برج فيه 10 ادوار، كل دور فيه 6 شقق، فمستوى تشطيب فاخر. ال الابراج دي كل برج فيه 2 اسانسير، وطبعا المقدم بتاع هذه التقديمات هيكون ب 150 الف. طبعا هما مش عدد كبير قوي عشان خاطر ان كل الناس اللي هتاخد هتقدم، لا بس هيبقى في قرعه وهيبقى في حته حظ شويه. فاللي حابب يعني يحافظ على او ياخد فرصه ان هو يكون ليه شقه من ضمن هذه الشقق. واحد يقول لي الشقق دي غاليه لان احنا بنتكلم في 100 متر، وبنتكلم في مثلا يعني المتر ب 15,000، يعني حوالي مليون ونص. انا عايز اقول لك ان انت لو هتاخد الشقه متشطبه بمليون ونص وتسليم فوري، انا عايز اقول لك ان دلوقتي اي شركه في المنطقه هناك في بتعمل شقق بنفس تقريبا كده شقق اقل حتى في المساحه، وممكن تكون قدها في المساحه، ولكن طبعا بتبقى على الطوب الاحمر. فانت تبقى انت كسبان مستوى التشطيب ده وكسبان التشطيب اللي بتعمله الدوله، وانت قاعد برضه في مكان كويس وموقع متميز وفيو الاهرامات ومش عارف حاجات كلها مميزه جدا. فانت بالتالي بتكون بتستفاد بكده. لو انت قادر على تقسيط ودفع الاقساط، لان انت في خلال ما انت تجيلك الشقه ان شاء الله وتكون من المحظوظين اللي هم هيتقبلوا، حضرتك هتقدر ان انت تسدد 30%. يعني هتسدد لغايه 450 الف جنيه في خلال شهر او شهرين او ثلاثه على حسب ما انت هتسد. خلال الثلاث اشهر دول لما هتدفع 450 الف جنيه، الباقي 70% اللي هو باقي المليون ونص حضرتك هتدفعهم هتدفعهم على مدار بقى على حسب ما انت تقسط مع البنك 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين. حد يقول لي طب ما هي برضو دي تعتبر غاليه. انا بقول لك هنا دول ممكن يبقى حاجه مميزه جدا، بدل ما يروحوا لشركات اللي هي بتحاول تستغل الناس وبتحاول تستغل الفرص. لا، دي شويه يا جماعه مناسبه جدا وكويسه جدا. فاتمنى كل الناس اللي هي فعلا بتدور على مستوى الشقق المتوسط تبتدي تفكر في هذه الشقق. ونادي الشقق في التجمع الثالث يا جماعه نتابع مع بعض برضو، لان احنا اول ما تنزل اخبار عن بدايه الطرح هنطلع نقول لكم، وهنقول لكم ان كان فيها مميزات ولا ان كانش فيها. خليكم عارفين ان في الفتره اللي جايه دي هيبقى في كذا نوع من الشقق، شقق جنه مصر وسكن مصر. شقق يا جماعه طبعا غير بتاعه العاملين بالخارج، بتاع العاملين بالخارج دي شغاله دلوقتي، ولكن احنا بنتكلم على للمصريين. احنا بنتكلم على طرح جنة مصر ودار مصر وسكن مصر. طرح الاسكان الاجتماعي ده كله هيبقى بعد السنة المالية الجديدة، يعني بعد شهر 7. كل الكلام ده بعد شهر 7 خلاص. الجهاز وبنك الاسكان والتعمير خلص زعم على كده وخلص اطروحات لغايه نهايه السنه الماليه. فاحنا من هنا لغايه نهايه السنه الماليه كان هيتم طرح حاجه او اتنين بشكل بسيط جدا، ولكن الباقي كله هيبقى، وبالذات الحاجات المدعمه من الدوله هتكون بعد بدايه السنه الماليه، يعني من اول 8 9 10 ان شاء الله يكون كل الحاجه اللي احنا عايزينها تكون الطرح. يا رب فعلا الدوله تكتر في الطرح. الشعب بدل عايز شقق، عايز تبني، عايز اراضي. انا اتمنى الدوله تطرح بزياده، تطرح اكتر. ويعني ان كان في اي حاجه ممكن الدوله تتحملها عشان تقضي على مشكله الاسكان وتقضي على الجشع الكبير جدا اللي بقى عند المطورين العقاريين. فعلا بقى في مبالغه جامده جدا في الاسعار، وبقت في اسعار بره في بعض شركات التمويل العقاري ب 40 وب 50 وب 60 الف. ما تعرفش احنا الفلوس دي ده لو كوتشينا مش هتبقى بالطريقه دي المتر. انا بتكلم على المتر يا جماعه. متخيلين يعني ايه المتر بالرقم ده؟ ما اعرفش. طبعا في ناس في مصر تقدر، تشتري الشقه ب 10 مليون و20 مليون و30 مليون. في ناس ربنا يديهم ويوفقهم، ولكن احنا طبعا بنتكلم على الاغلبيه العظمى لمصر والشعب المصري ما يقدرش يشتري الحاجات دي. فنتمنى الحكومه تراعي ده وتكتر من الطروحات ان كان اراضي وان كان شقق، وتدي يعني لمقاولين وتبني وتبتدي تشتغل. وان شاء الله الدوله قادره على كده. وشقق الاسكان ممكن الدوله تكون ما بتدفعش فيها فلوس كتير، لان اعتقد ثمن البنى
المواطن هو اللي بيتحمله. وانا اعتقد ان لو الدوله قدرت انها تبني والمواطن يتحمل تكاليف البناء، اعتقد انها كسبت كتير جدا انها توفر وحدات سكنيه لكل المواطنين ولكل فئات المواطنين. يا رب فعلا الفتره اللي جايه تكون مليانه طروحات، ويا رب نشوفكم دايما على كل خير. شكرا ليكم، والى اللقاء كل متابعينا الكرام.